ما كاينش دليل في القران على الحجاب. عمر كان العرى دليل عن التحضر. الحجاب راه بريء منكم. راني ما تناولتش الموضوع من باب ديني، هو اللي كيضمن تسليع جسد المراه اليوم. كنتمنى يكون هذا الفيديو هو الحلقه الاخيره لك ومن وراها تلبسي الحجاب مباشره. الحجاب، الخمار، النقاب ما يهمش، المهم البنت تبدا في مرحله التعافي، ومرحله التعافي بالنسبه للانثى في هذا الزمان هي الستره، نقطه ورجع سطر. لا فائده من صلاه او عباده وحسن نواياك مع الناس الا كنتي بنت غير مستوره، نقطه ورجع سطر. كنت تفقوا البنات بالاجماع على الحجاب، راه لا الحكومه ولا العلمانيين يقدوا عليكم، حيت الكثره هي اللي كتغلب هنا، وداك البروتوكول ديالو مرخاوي غيكون زايد ناقص. وانا هنا كنهضر على الفعل ماشي المظاهرات والخاوي. وانتم عارفين شنو كنقصد، البنت اللي باغا تستر ولكن كتلقى واحد المجموعه ديال العوائق قدامها بحال والديها، صحاباتها، وخصوصا الخدمه والقانون اللي كنحس به ضد الحجاب ولكن غير من التحت، ما كتبهاش مباشره في شي لافته باينه. الخدمه الا مشات كتجي واحده اخرى، والوالدين حتى هما كيمشيو وكتبقى غير الاعمال فقط، نقطه ورجع سطر. الموضوع اللي اكثر غرابه بالنسبه ليا وحيدير واحد الضجه اعلاميه هاد الايامات هو البنت اللي كتدوز من مرحله خلع الحجاب، ديجا محجبه وشويه كتبدا تبين شعرها، شويه كتلبس الحجاب ولتحت مقزب، وشويه كترجع لعصر الجاهليه الاولى تماما كيف ما سمعتي، عصر الجاهليه الاولى. حيت الناس انا كيسحب لها باللي هذيك البنت اللي دايره واحد الميكاب عصري ولابسه كسوه قصيره هذا دليل على الحضاره والثقافه، وهذا خطا. وباللي الناس اللي باقا في الفطره السليمه ومتشبته في الاصول ديال الدينيه هما اللي همجيين ومكلخين وباقين قدام، نقطة ورجع سطر. خاصنا نعرفوا اولا ان اصل العري راه جا من الناس البدائيين الاولى، يعني بالمعنى ان اي بنت كتبدا تتعرى راه كترجع بالسنوات الضوئيه للور ماشي كتزيد لقدام. عمر كان العرى دليل عن التحضر، والناس البدائيه الاولى ما كان عندهم لا حوايج لا والو، تيبقاو عريانين، ما كانت لا ثقافه لباس ولا ثقافه الاكل ولا مدرسه لا حتى حاجه. يعني ملي تبدا يختي في مرحله خلع الحجاب راه فعليا هذيك مرحله خلع الملابس، كتبداي تحيدي حوايجك بشويه 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 حتى كتولي بحال الناس البدائيين الاولين لابسين جوج صراوه، واللي كنقولوا لها اليوم راها لابسه دو بياس ومشات تبحر. الفرق بيناتكم كيبقى غير الزمان والمكان، لكن الاصل راكم مشاركين في طبله واحده، مشاركين في مغرف واحد، نقطه ورجع سطر. ربي قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، المعنى هنا ما تكثروش من الخروج متجملات متطيبات كيف العادات ديال اهل الجاهليه الاولى اللي لا علم لهم ولا دين، نقطه ورجع سطر. وبما ان هذه المساله ديال خلع الحجاب ولا الترند هذه الايامات فراه كتستاهل نديروا عليها شي لوحه، نقطه ورجع سطر. اول ما كطيح عليك فكره الحجاب كتقترحيها على مولين الدار، وداركم تيوجدوا لك جوج ديال الاجابات، يا كيتقبلوه يا تيقولوا لك بعدها على المشاكل بسبب الخدمه على سبيل المثال. اما الا تقبلوه كتلبسي هذاك الحجاب وكتوكلي على الله، وهنا غتبداي تسمعي هضره الناس اللي دارين بك. كاينين الناس غينتقدوك عليه وكاينين الناس غيشجعوك، وهنا غيكونوا عندك جوج ديال الاختيارات، يا غتبداي في مرحله خلع الحجاب ولا غتبقاي مستوره حيت الايمان ديالك قوي، وإلا مشيتي حتى حيدتي كيكون بسببين اثنين، يا ما جاش معاك وما مرتاحش فيه يا بسبب الخدمه. مساله خلع الحجاب ولا ترند هاد الايامات، فاغلب اللي حيدوك الهدف ديالهم هو زياده التفاعل وبالتالي المشاهده والارباح اي الخدمه، وبالفعل ربحوا الفلوس لكن ماشي بسبب انهم حيدوا الحجاب، لكن حيت لاحوا حتى الاخلاق معها، وهنا ولاو بضاعه رخيصه اللي بغى كل شيء يشوفها، وهذا ما عمره كان نجاح بتاتا. لكن هذا كان رفع رايه السقوط والخساره امام الخلق والخالق. في قديم الزمان كان الحجاب بنية الطاعة وكان كيخرج المرأة من الظلمات إلى النور، ومع دازو قرون وجيل من وراه جيل ولا الحجاب عادة وماشي عبادة، أي أن أغلب بنات اليوم كيخرجوا متحجبات بنية العادة وماشي العبادة. إيوا ملي الحجاب ولا عادة ولا سهل بزاف على البنت تلبسو اليوم وتحيدو غدا نورمال، كتبدلو بحال كتبدل الدبالج ديالها طوانق باوي سي لامود. ونتيجه هاد العادات ولينا كنشوفوا محجبه كتخسر الهضره، محجبه كتضارب كتنافق كتعمر مع الدراري، لكاع الناس اللي فيهم هاد الفعل. الحجاب راه بريء منكم. ودابا بغيتكم تفكوا لي واحد اللغز، اش من فاكهه كاينه تحت هاد الغطاء؟ نحسب لكم 5 4 3 2 1. كاين فيكم هذا اللي غيقول تفاحه، كاين اللي غيقول خوخه، كاين اللي غيقول ليمونه. الهضره كثيره لكن الاراء تتبقى مختلفه. الا بقى هذا الوضع على هذا الحال فراه اللي مستور تبقى مستور الى الابد، لكن لا قدر الله وتكتشف شنو اللي كاين تحت هذا الغطاء فراه غادي نكون انا اول واحد غادي طعم حلو في الاول لكن باسل في الاخر. وفجأة اصبحت اداة مستعملة ورخيصة، بل انها اصبحت بدون ثمن. داكشي علاش بوبيل وباقي ما شبعتش، فهل من مزيد؟
قلال النيه، ستري راسك كما الناس، ما تخليش راسك سلعه نجي نهضر معاك على ودها. فانا جيت نهضر معاك كامراه ربي كرمها وعطاها الحقوق ديالها، وماشي جيت نهضر معاك على قبل ديك اللعيبه. المهم راكم عارفينها بلا ما تخليوني نقول. فاش كنت موظف فيت شفت مواقف المتحجبات والغير متحجبات، وكنلاحظ بلي المتحجبه ما كيتجرأش يهضر معها ايا كان. وانتم عارفين ان الوظائف عندنا في المغرب كل شيء كيهضر مع كل شيء، كتحس براسك غير في حمام ماشي في شركه. لكن الغير محجبه كتبقى محظيه، كل شويه كيجي يهضر معها واحد، مره واقف عليها الشاف، مره واقف عليها ريسبونسابل، ومره كيوقفوا معها الدراري اللي خدامين معاه في نفس البوست. والبنت مسكينه نيه كيسحب لها غير حدقه في خدمتها، هي الشركه كامله عارفه علاش كيجي يوقفوا عليك، الا انت بوحدك اللي ما ديتي ما جبتي. تخيلي معايا انت عندك مقابله عمل وغتمشي محجبه معززه مكرمه، واش المدير يقدر يتجرأ يسولك على شي حاجه ابار الخدمه؟ والله ما يقدر واخا يبغي. تخيلي معايا مشيتي بحوايج مضايقين معكره وكثره الروايح، اول حاجه غيسولك عليها المدير هي هذه، على لا بغيتك تكوني مرتاحه حيت انا كتهمني الراحه ديالك. اللي طاح في المقله يتقلق. غيسولك على ايتها حاجه من غير الخدمه، وغيتم التوظيف ديالك ماشي بالكفاءه ديالك، وانما على قبل حوايج اخرين اللي انا وياك عارفينهم. ليديز اند جنتلمان، هنا وليتي رسميا سلعه، وهذا ما يطلق عليه مصطلح ديال تسليع المراه. جسد المراه ولا اداه اغراء، سلعه كتستهلك في سياقات متعدده، اعلانات تجاريه، صناعه لباس وادوات تجميل. دراسه حديثه اكدت ان العيالات بالمجمل كيخسروا ما يقارب 20 تريليون دولار على الاستهلاك، وهذا الرقم غادي وكيرتفع، وهذا الشيء عالميا كنقول لكم. وهذا ما يطلق عليه الاستهلاك التفاخري، وهو اللي كيضمن تسليع جسد المرأة اليوم. تخيلوا معايا يكونوا غير النص ديال العيالات ضارب الحجاب، اشنو غادي يوقع لهاد الارقام كامله؟ الى قاع البحر. وراه هذا هو السبب علاش كيحاربوا الحجاب. وكيف ما كنشوفوا اليوم الحجاب ولا فيه اشكال وانواع، بقاو تينقصوا منه حتى ولا يبان حتى هو مطراس، بحال هذيك اللي كتقول لك حكا ما خلاونيش نعوم بالبوركيني. احسن ما داروا صراحه، حيت ما غتلاحي في الماء هذاك ما غيبقاش بوركيني، اولا داك الشيء مطراسي على الهواء مباشره، وانت اللي لابسه داك البوركيني هنا غابداو يطيحوا عليك دوك الافكار الخبيثه، حيت ما خلاو لك حتى شي حل اخر، وغتبدا تقول اش داني اصلا شي حجاب. شوفي عباد الله كيفاش زاهيه، اش كتسناو من وحده محجبه وجايه تعوم في بيسين مخلط؟ راه ساهل بزاف يسيطروا عليها بحال هاد الافكار. ايوا البروتوكول هو اللي كيغلب ثاني هنا، خلاوك تحيدي الحجاب ديالك غير بالريط. اش داك انت اصلا شي بيسين؟ راه انا اللي دري وخديت قرار في العامين الاخيره ما نبقاش نمشي شي بيسين فيه اختلاط مع العنصر النسوي، فما بالك انت اللي بنت. وخلاصه هادو باغيين يعطيوك هذيك الصوره ديال ان المتحجبه ما قارياش، متخلفه، ما واعياش، ما كتعرف دير حتى حاجه، وغير قابله للعمل وما زويناش، كيف ما كنشوفوا تماما في الافلام الاجنبيه. ملي كطلع شي لقطه ديال شي بنت مسلمه محجبه، العالم اليوم بقى ليه يحط غير بلاكه مكتوب فيها الا بغيتي تكوني انسانه مثقفه وغنيه حيدي حوايجك. بغينا نشوفوا او ما نشوفوش بهذا المعنى، وهذا الشيء اللي راه واقع في السوشيال ميديا. كاع هذوك اللي كيبينوا المفاتن ديالهم او اللي دايرين ترند خلع الحجاب كلهم تيربحوا فلوس صحيحه. الفلوس راها كتمشي وتجي، وبنادم كيحصد غير داك الشيء اللي زرع، غير هو ما يجيش داك النهار اللي تقولي فيه يا ربي شنو درت في حياتي حتى وصلت لهذه الحاله. وحذاري، حيت هذه الجمله هذه كنسمع العيالات كيقولوها بزاف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش وقال فاني رايتكن اكثر اهل النار. العيالات كيمثلوا اكبر نسبه انهم سبب التحرش والزنا والفساد اللي وقع اليوم، وهاد النسبه غادي وكتزاد عام على عام. غنعاود نقولها، لو كانوا غير النص ديال البنات كيلبسوا الحجاب هاد النسبه ديال التحرش والفساد والزنا غادي تهبط وغادي تقل، وما غاديش تكون شي حاجه اللي سميتها المساواه بين الرجل والمراه. الى اليوم راه هاد الحاجه مستحيل، لان بكل بساطه انت لابسه داك اللباس الراجل يبقى يشوفك سلعه رخيصه بغيتي ولا كرهتي. خاصكم تعرفوا باللي اعظم شهاده غتقدمها المراه هي شهاده تربيه الاولاد. باش تكوني انسانه واعيه وقاريه ومثقفه ماشي بالضروره تقراي في المدرسه. كاينين بنات ما شاء الله ما قراوش في المدرسه، تعلموا 4 6 اللغات غير في دارهم، علموا الرياضيات، القراءه والكتابه، اللغه العربيه وحفظ القران. راه تنقول لكم مثقفات لواحد الدرجه اللي ما تقدرش تصور. ماشي بالضروره ولا بزاف منك تخدمي موظفه. اكثر جينيراسيون بوسيبل انها تدخل فلوس صحيحه غير من الدار، والجيل اللي عايشين فيه حنا دابا هي هاد الجينيراسيون هذه اكثر من اي وقت فات. اما باش تبقاي مجليه في الوظيفه ونهار ديري الاولاد تلوحيهم مع جداتهم، هذا راه ما بلانش، هذا راه قليل التربيه، راه لا يعقل. المراه دارت تجاعيد باش كبراتكم وقراتكم، وفي الاخر تلوحي ليها ولادك اللي هما حفيدها. عيات مسكينه باش كبراتكم وما تزيديش عليها الحفيد حتى هما. اعزائي المشاهدين، الى لاحظتوا راني ما تناولتش الموضوع من باب ديني، حيت انا عارف ان البنت اللي كتفكر او كتحيد الحجاب ديالها فغالبا كتعطي الاولويه للاراء ديال الناس اكثر ما تعطي الاهتمام ديال الله عز وجل. داكشي علاش نورمال نشوفوا بنت يوتيوبر دايره واحد اللايف فيه 40 دقيقه كتشرح فيه الناس علاش حيدات الحجاب، وكتقول لهم باللي نتوما ما عندكم حتى شي داخل فيا، وباللي هذا الشيء حريه شخصيه بيني وبين اللي خلقني. ولاش دايره لايف فيه 40 دقيقه؟ الله يجيك بابها حلاتي. باش كملاتها قالت ما كاينش دليل في القران على الحجاب. انت حيدتي الحجاب الله يغفر لك، لكن علاش كتحاربي في القران الكريم وتولي في الحرب مع الله عز وجل؟ يا اختاه راه خاصكم تعرفوا ان الحجاب كيحميكم نتوما ماشي حنا. مثلا لنفرض مشيتي سافرتي لمكه مثلا ولبستي واحد الشورت قصير،
راه كاين احتمال تما يهاجموك يضربوك. ربي يقول هذيك هي العقوبه ديالك. اش داك تمشي لمكه بشوط قصير؟ واش انت مفربله؟ خذي فكره ان الحجاب الا لبستيه ما كتعرضيش راسك للاذى. هذا هو المطلوب صافي. ما كايناش شي حاجه اللي خاصك تخطي ليها اوراق وبريباراسيون عادي. وخلي عندك هذه القاعده في البال ان التقاليد والعادات وحتى القانون هو الدار لتقييد الحلال. ماشي القانون كامل لكن بزاف منه ما كيتوافقش مع الدين الاسلامي. قال تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. والمقصود هنا هو الاذى. غتلبسي حوايجك باش ما تاذيش. ساهله علاش هاد البلبله كامله؟ وقيلا ضيعت هذا الوقت كامل في هذا الفيديو. واخيرا الحجاب راه فرض ماشي حيت انا صغيره ما نديروش. خاصك تجتهدي وتجاهدي بنت الناس واخا يجي والديك ضدك. فهذه المساله لا تحتاج للنقاش لان هذا كيتعتبر جهاد في سبيل الله ومرحله تعافي بالنسبه للمراه اللي كتستر كل نهار وكتلبس الحجاب والخمار ديالها كل نهار. ديك الساعه حتى الا بقيتي سويعه قدام المرايه وانت كتحجبي عادي ما كاين باس فيما يرضي الله. واخيرا غادي نقول لك باللي انت امراه مسلمه غادي تربى على يدك اجيال. فإلا فسدات المراه فسد الجيل على قدو.